اخر ضحيه لمعت في سماء اتحاد المصارعه الكابتن سيف شكري. طبعا تسالوني النهارده تقولوا لي يا زوزة انت ليه لابسه اخضر؟ هقول لكم عشان الفيديو ده في منتهى الخطوره. سيف شكري كان المفروض ان هو هيمثل مصر في بطوله المصارعه الرومانيه اللي هتقام قريب في صربيا، اللي هي يعني بتاهل لاولمبياد باريس. وبالمناسبه سيف كان اخذ السنه دي الميداليه الفضيه في بطوله افريقيا للمصارعه الرومانيه برضو اللي اتقامت في تونس، واللي كان لعب فيها برضو احمد بغدوده اللي طفش قبله وخد الميداليه الذهبيه. يعني احمد بغدوده كان واخد الذهبيه ويزعلوا حد واخد الذهبيه. اتحاد المصارعه كان عامل معسكر كده في دوله قزاقستان علشان يستعدوا لبطوله العالم اللي جايه، ولما المعسكر خلص وقرروا ان هم هيلموا العده يعني وراجعين على القاهره، نزلوا في ترانزيت دبي. اول ما ركبوا طياره الترانزيت لقوا ان في واحد مش موجود. الواحد ده كان هو اكيد مين بقى بطل حلقتنا النهارده؟ مش عارفين مين اللي بيعمل الحاجات دي، مين بتاع المقالب؟ هو الكابتن سيف شكري. احنا كنا بنحاول نتواصل معاه لكن للاسف ما كانش بيتجاوب تليفونيا ولا على الواتساب. انا قلقان عليه يا جماعه، يعني بصراحه هو ممكن يكون مثلا حصل له حادثه ولا حصل معاه حاجه مش كويسه، حد ضربه وحد قال له عمل معاه خناقه، يعني انا مش عارفه، ممكن يكون في مستشفى مثلا. لا يا بنتي لو راح المستشفى كان ظهر، بيقولوا ان هو لسه في الامارات. طيب ماشي يا عم، يا ريت يكون لسه في الامارات فعلا وما يكونش حصل له حاجه وحشه. طب يا جماعه فريق الاعداد بيقول لنا ان سيف نزل صوره ليه النهارده من بولندا. من الملاحظ يا جماعه ان في الفتره الاخيره في اكتر من حد كان بيبقى بطل وبيبقى ناجح جدا وشاطر، لكنه في الاخر بنلاقيه طفش. عندنا مثلا بطل ابراهيم غانم اللي كانوا ملقبينه بالونش بسبب قله الفلوس اللي كان بياخدها وقله التقدير، اللي هو ما كانش حاسس ان في تقدير من الدوله، لدرجه ان هو كان بيصرف على اللعبه من فلوسه الشخصيه يعني، وكان جايب مدرب على حسابه. عشان كده قرر ان هو يروح فرنسا وياخد الجنسيه، وحاليا هو بيمثلهم في اي مسابقه، وفعلا اخذ باسم فرنسا اكتر من ميداليه. وعندنا بطل مصر المشهور او اللي كان بطل مصر محمود فوزي سبيع. السنه اللي فاتت واللي قبلها كنت مصنف من احسن 10 في العالم، واخذ ميداليات بعدد شعر راسه. اعلى مكافاه اخذها في مصر كانت 10000 جنيه في الاولمبياد. مرتبه كان 2000 جنيه بس، مرتب شهري يا جماعه من الاتحاد، كان بياخد 2000 جنيه اللي هم اساسا ما يجيبوش ليه حتى علبه كرياتين من دي. غير بقى ان هو كان مستحمل قله الفلوس وقله التقدير من جانب الاتحاد، هو كمان اتكلم وقال ان هو تعرض للظلم وانهم ما حطوش اسمه في بطوله العالم سنتين ورا بعض. وده طبعا معروف لحساب مين؟ اكيد حد من اللي شغالين في الاتحاد ليه قرايب مهمين. اتحاد المصارعه ما اهتمش ان هو يحل معاه المشكله بشكل ودي. كلموه يعني يقولوا له يا ابني تعالى اهدى، يعزموه مثلا على كوبايه ليموناده مثلا في اي حته ويقولوا له يا ابني اهدى يرضيك يرضيك. المفروض اي حد كده ذكي وناصح، يعني الشاب ده بيجيب لك بطولات وحد شاطر، يعني انت بتطفشه ليه؟ دول المفروض بقى يتحاكموا تهمه الغباء السياسي. اول ما شافوا محمود طالع بيتكلم في وسائل التواصل المختلفه يعني وبيفضفض مع الناس، يعني هيفضفض هيطق هيموت هيكتم في قلبه يموت. انا اي حاجه تخص الاتحاد او موجود فيها اللاعب ده انا بتشال منها، عشان الاستاذ فرج عامر بيضغط على الاتحاد. ما اعرفش بقى بيضغط على مين في الاتحاد، في اتحاد المصارعه عندنا العميد عصام نوار هو رئيس مجلس اداره الاتحاد. انا ما اعرفش الناس دي بتخاف منه ليه، ما اعرفش بينفذوا كلامه ليه. قالوا له ايه بقى؟ خلاص يا ابن حلال هذا فراق بيننا وبينك، انت مالكش اكل عيش معانا، انت مرفوض. محمود قرر ان هو ياخد الطريق الاسهل، يعني هاجر. انا مش عارفه هو هاجر بصراحه ازاي، يعني هل هاجر بطريق شرعي او بشكل غير شرعي؟ يا ريت لو حضرتك شايفنا يا كابتن تكتب لنا في الكومنتات عن رحله سفرك من مصر لامريكا. نزل فيديو وهو في امريكا وقال استنوني في اولمبياد طوكيو 2020. هو صراحه يعني يا جماعه هو كان حظه وحش، او هو يعني منحوس في حياته، لان احنا زي ما احنا عارفين المنحوس منحوس ولو علقوا على دماغه فانوس. اول ما راح حط رجله في امريكا جاب كورونا. بتاع 2020 ده اللي هو كان هيشارك فيه اتاجل. كمان هو عمل شيفت كارير خالص وساب المصارعه الرومانيه وخد كارير تاني اللي هو الام ام اي. هو غير وبقى ام ام اي لان المصارعه الرومانيه ملهاش جمهور قوي في امريكا، وان هم في امريكا بيحبوا الطحن والعنف، يعني المصارعه الرومانيه دي بالنسبه لهم ايه، دلع وحاجات كده فافي زي العيال بتوع لا مش هينفع اقول زي بتاع عشان محدش يزعل، مش هشخصنها مع حد. واكتر من راي قال ان انت هناك واحد زيك زي 1000 غيرك، ما كنتش مميز زي ما كنت في مصر. لكن هو في الام ام اي يا جماعه فعلا حقق نجاحات كتيره جدا وبقى مشهور، بس انا ما اعرفوش بقى مشهور في امريكا بس، يمكن عشان هو امور وما يبقى مليون متابع عشان امور. حاسه حد يقول لي يا زوزة طيب يعني كويس، يعني هم مش ناس كتير اللي سافروا، يعني اقول لكم لسه القايمه مليانه، وانا لو قعدت اتكلم من النهارده لبكره ممكن اخلص لو بكره ولا يعني. مثلا عندكم مثلا كابتن فارس حسونه اللي هو حاليا دلوقتي بيمثل قطر في رفع الاثقال، وعمر مراد امين اللي بيمثل ايطاليا. هو كلهم دول مصارعه رومانيه جمباز، يعني كمان الجمباز. طب احنا نظهر من اتحاد المصارعه بس بقى ومتكلمين الفيديو في العنوان في الاول عن اتحاد المصارعه بس، يبقى كده المشاكل بقى في كل الاتحادات. وفي طارق عبد السلام اللي هو سبب الاهمال في المصارعه الرومانيه سافر بلغاريا، وهناك قعد شغال في مطعم شاورما علشان يعرف يصرف على نفسه. طب ما كان اشتغل هنا في مطعم شاورما. ولا فرق العمله مثلا بيحول لاهله علشان يعيشوا. البلغاريين
حسوا ان هم كده جايين على الراجل وان هم محتاجين ان هم ناس واعيه وبتركز في اكل عيشها وعايزين يشتغلوا. لقوا الراجل اللي هو عنده الموهبه دي وشاطر قاعد واقف في محل شاورما، قالوا لا ده مش مقامك يا حبيبي، تعالى ادوك جنسيه، خلوه يمثل بلغاريا في بطوله اوروبا، وجاب لهم البطوله كلها في شويه. اتحاد المصارعه يعني بيحاول يجتهد يعني، وشجع سيف شكري اكتر ان هو ما يرجعش مصر، لان هم قالوا في تصريحاتهم ان هم هيوقفوه وهيحاولوا ان هم يغرموه. هيتم ايقافه وبيتم اختيار الاتحاد الدولي علشان ما يشاركش مع اي دوله ثانيه. وغريب كمان يا جماعه ان الموضوع ده جاي طازه جدا بعد حادثه بغدوده، اللي هو برده لسه كان طفشان من كام شهر ورجع بعد محاولات. معنى بغدوده اهتموا بيه وحبوه ورجعوه، وسيف بيقولوا عليه ان انت مش ابننا وهنوقفك ونغرمك. انا اتعصبت، الفيديو ده اتعصبني، هو فعلا الفيديو في منتهى الخطوره. وقتها سياده الوزير بعد حادثه بغدوده قال ان هم هيهتموا اكتر بالابطال القوميين، وهنشوفهم محتاجين ايه وهنشوف طلباتهم، وهنحاول نقلل الواسطه والمحسوبيه في اختيار الناس اللي بتمثل مصر بره. اللاعب الدولي بيكون من تحت 17، المفروض ان هو في 3 سنين بيسافرهم، يعني ما سافرش ولا مره فيها. كان وقتها هو بطل مصر، ونزل قرار وزاري في وقت من الاوقات باسمه حضرتك ان هو يسافر وما سافرش برضه. وزاري يا جماعه فعلا ان هم عملوا شغل جامد جدا وتعبوا وشقيوا، والنتيجه كانت ان سيف شكري كمان هرب. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ يعني ما اعرفش هم جايبينها بالعكس، هم بيهتموا من اي نوع من اي اتجاه. حاجه كمان عندي اقتراح ان احنا ممكن نوقف بيه المهزله دي. يعني المفروض بقى ان انت كل اللعيبه اللي معاك في البعثه قبل ما ينزلوا من الطياره تسحب منهم كل جوازات السفر علشان ما يعرفوش يروحوا بقى لا يمين ولا شمال. بيتم هم فعلا بيسحبوا منهم جواز السفر، ساحبين منهم الجوازات وبرده بيهربوا. طيب في حاجه تانية يا جماعه، عارفين انتوا الكلبش بتاع الامهات ده اللي هي طبعا ربنا يبعد عني عشان تعرفين ان انا لا انجابيه يعني، بس انا بشرح لكم. يعني لو واحده ماشيه في الشارع مثلا معاها ابنها خارجه بيه مثلا، بتديله الكلبش بتاع الاطفال الصغيره ده. فانت مثلا ايه، يجي لك مثلا حد مثلا من الشباب يقول لك ايه يا سياده رئيس البعثه بعد اذنك انا عايز انزل اتمشى شويه، فانت تقول له تتمشى ليه؟ ما احنا شويه كده كلنا هننزل مع بعض التدريب بقى، اصبر شويه هننزل. فيقول لك ده مش جايب معايا، خلاص طب بص بقول لحضرتك انا عايز انزل سوق مراكش كده. طبعا يا جماعه احلى مسا على شمال افريقيا حبايبي المغاربه، ويا ريت بقى تقولوا لي في الكومنتات ليه بقى الفيزا بتاعتكم صعبه، عشان انا عايزه اروح المغرب وكله عمال يقول لي الفيزا صعبه. المهم نرجع لمرجوعنا تاني عشان ما تنخرطوش معايا في المقاس بتاعتي. يقول له مثلا ايه، عايز انزل اجيب لخطيبتي ولا حبيبتي هديه من سوق مراكش. رئيس البعثه يقول له قوي هات بقى ايدك الجميله دي، يروح رابط له الكلبش ويمشوا بقى ايه يتسوقوا بقى في مراكش. كده هيعرف يفلفص منه؟ مش هيعرف يفلفص منه. في 2019 طلعت وزاره الشباب والرياضه بمشروع قومي جديد اسمه مشروع البطل الاولمبي. بحب اقتطع حته هنا بس، يا ريت وزاره الشباب والرياضه تهتم بالصعيد وبالاماكن الحدوديه، بالمحافظات الحدوديه والصعيد، لان احنا حاسين بالتهميش بشكل كبير جدا في كل انواع الرياضات المختلفه. يعني ما تحسوناش بقى ان احنا لازم نسافر نهاجر بقى للقاهره هنا عشان نعرف نلعب كوره او ينفع نعمل اي حاجه ترفيهيه. يعني مشروع يا جماعه البطل الاولمبي ده المفروض ان هم بيهتموا فيه بالابطال اصحاب الرياضات الفرديه زي مثلا الجمباز، المصارعه الرومانيه، عشان يعني يتاهلوا ان هم يبقوا ابطال قوميين يمثلوا مصر بره. لكن الحقيقه ان اغلب اللعيبه يعني ومنهم احمد بغدوده قال ان ما فيش حتى بوكيت ماني لاي حد من اللعيبه. يا فندم ابني بقاله مسجل في المشروع القومي بقاله شهرين، كل شهر بيقبض 1200 جنيه. في اخر الحلقه اقول يعني كل الحب وكل الود لاي بطل قومي بيحاول ان هو ينجح في ظل الظروف اللي مش مؤهله واللي بتخلي ان هو يسيب البلد ويمشي يعني. واتمنى من الناس اللي هي بتتكلم عن اي حد مشي او طفش وبياخدوا ضده موقف وبيزعلوا منه وبيشتموه، يعني اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. هو سيف عنده عبء نفسي من ان هو مش قادر يشيل نفسه من الناحيه الماديه، مش قادر يشيل نفسه، مكسوف قدامي، لان هو كلمني في الموضوع ده اكتر من مره. لما انت تبقى ناجح وشاطر وانا حاسه ان انا هعيط ليه وما بتلاقيش تقدير وبيهتموا بيك بس لما تطفش، يبقى هنا في مشكله. مكافأة الشهر كام مثلا لبطل افريقيا زي سيف؟ لا هي مكافأة مش في الشهر حضرتك، هي بتكون مكافأة سنوية بس. يعني بطولة خد مرة 5000 جنيه في السنة كلها على بطولة افريقيا. مرتبه لما رجع من بطولة افريقيا كان في حدود 750 جنيه تقريبا في الشهر. والرسالة الأخيرة لوزارة الشباب والرياضة، لو انتوا فاهمين ان الاهتمام ان انتوا تطفشوا اللعيبة، فياريت بلاش اهتمام اكتر من كده يعني. كل الحب.